السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواقعة اللي هنتكلم النهاردة عنها واقعة غادة، وغادة اللي جوزها اتخلص منها في محافظة البحيرة. بدأت الجريمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية والمعنية في محافظة البحيرة في مركز إيتاي البارود بلاغ من الزوج. ده الزوج هو اللي راح بلغ وبيقول ايه بقى: الحقوني انا مراتي مش موجودة. خير يا ابني، ايه اللي حصل؟ قال معرفش، من امبارح يا سعادة الباشا ودورت عليها في كل مكان مش لاقيينها، ما روحتش البيت وما جاتش البيت من امبارح. طبعا عرفت على طول الأجهزة الأمنية شكلت فريق بحث عايزين يفهموا ايه اللي حصل للزوجة. طبعا بالمناسبة اللي الصورة اللي حضراتكم شايفينها ديت هي صورة الزوجة. صورتها اللي ظاهرة على الشاشة دلوقتي تبين ان الباشا كان قاعد في بيتهم وهو اللي بيشتغل، كان بيشتغل بتشتغل في الغيطان، تجمع المحصول يعني. كان بيشتغل باليومية، وهو كان قاعد في البيت، بتنزل تجمعه شغالة بالأجرة باليوم. وأثناء تشكيل فريق البحث بيحاولوا يفهموا ايه الموضوع، ايه اللي حصل بالظبط. تبين ان الزوج كان دائم الاعتداء على زوجته. ده مش بس كده، كمان ان ابنها هو اللي كشف الواقعة كلها. ابنها الصغير اللي يدوب عنده 4 سنين قال ايه بقى: يا عمو، انا شفت بابا وهو بيمد ايده على ماما، وشفت ماما كمان وهو الدم نازل من بقها ومن مناخيرها. طبعا هو اول ما قال كده معلومة بقى على طول وصلت للايه، للأجهزة الأمنية. على طول بدأ ان هم بقى ايه يمسكوا الايه الزوج، ويبدأوا ان هم يحققوا معاه ويجيبوه يمين ويجيبوه شمال لغاية ما اعترف. انت يا ابني اللي خلصت عليها؟ قال له ايوه انا اللي خلصت عليها. ليه يا ابني خلصت عليها؟ ليه حد يخلص على مراته؟ قال كده يا باشا، مش زي اللي انا بشوفهم، وكمان نكدية. مش زي اللي بتشوفهم. ازاي بتشوفهم؟ فين يعني؟ انا بشوفهم على الموبايل. دخلت تنكد عليا اول ما جت من الشغل، دخلت تنكد عليا واحنا في اخر ايام رمضان. هي رجعت من شغلها طبعا شغالة وبتجمع المحصول. اكيد يا ابن الحلال بترجع تعبانة. ما عمل ايه يا باشا؟ نكدت عليا. نكدت عليك ازاي؟ عملت ايه يعني؟ قالت دخلت لقيتني قاعد كنت بفطر وماسك السيجارة في ايدي وكوباية الشاي في نهار رمضان. انت مش مكسوف يا ابني؟ انت بتقول لنا الكلام ده؟ قال ما انا اعمل ايه بس يا باشا؟ يعني انا هي لقيتني كده، قالت انت كمان قاعد قاعد يعني مش صايم وكمان قدام العيال؟ يا عم اتكسف على دمك، حتى مش قدام عيالك. فنكدت عليا يا باشا، ما حسيتش بنفسي اللي انا بقوم بلطش فيها وبضربها يمين وشمال لغاية ما ماتت في ايدي. قضاء ربنا بقى، قضاء ربنا يا ابني. طب ماشي، امال هي فين بقى؟ طب الجثة انت يعني موتها فين الجثة بقى؟ قال خدتها في توك توك ورحت رميتها في الصرف الصحي. يا سلام، تعالوا وريها لنا يلا. خدوه ووداهم عند المصرف اللي رماه فيها، وطبعا انتشروا الجثة تم القبض عليه. ولولا الابن اللي هو أرشد عن أبوه بطريقة غير مباشرة، كانت بقى الأجهزة الأمنية كانت هتقعد يدور يمين وشمال، ولكن الولد الصغير أثر عليهم الطريق. هنقول إيه بس غير لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني هي شغالة وبتشقى وبتتعب وانت قاعد في البيت ماسك الموبايل في ايدك وقاعد تتفرج على الستات وتتفرج على دي وعلى دي، وكمان بتقول ايه بقى؟ دي اصلية مش زيهم يا باشا، مش زي اللي انا بشوفهم. مش زي اللي بتشوفهم؟ ما طبعا مش زي اللي بتشوفهم. واحدة طول النهار شقيانة في الغيط وتعبانة وبتشقى عليك انت، وانت مش مكسوف وقاعد في البيت ما بتشتغلش، وكمان ايه بقى؟ قاعد يعني في نهار رمضان وفاطر، وداخل لقيتك ماسك السيجارة وكوباية الشاي وبتاكل وقدام عيالك. كنت عايزها تعمل ايه معاك يا اخي؟ متنكدش عليك؟ دي تنكد عليك وعلى اللي خلفوك كمان. حسبي الله ونعم الوكيل. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.